ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين احنا بدأنا مشاريع تانية غير البوتات، واول مشروعين شرحناهم كان مشروع اريا تشين ومشروع اكزانيا، وطبعا هتلاقي الفيديو بتاعهم عندنا هنا في القناة. والنهارده ان شاء الله في مشروعين جداد، هو مشروع سوليكس وده مشروع ديبن، والتوتال سبلاي بتاعه هو 500 مليون، والمشروع دلوقتي متمول ب 29.5 مليون دولار، وطبعا ده تمويل مبدئي يعني المفروض يزيد. ولو حسبنا اصلا سعر العمله دلوقتي بالتمويل دون هيطلع لك تقريبا 6 سنت، وده طبعا رقم مش صغير بالنسبه للعملات اللي هتبقى معانا جوه وهتشوفها دلوقتي، ده في حاله انها عملات مش نقاط. والمشروع الثاني اللي معانا هو مشروع ميرا نتورك، هو مشروع شبكه واخد تمويل بقيمه 9 مليون دولار، والتوتال سبلاي بتاعه صغير جدا 27 مليون بس، ولو حسبنا سعر العمله بالتوتال سبلاي والسيوله دي هيطلع بالذات 30 سنت، لكن طبعا هي مش بتتحسب كده خالص غير لما المشروع يخلص. وطبعا المشروعين دول سهلين جدا، وده اللي مخليني لحد دلوقتي بحاول اشرح المشاريع السهله اللي طبعا عن طريق التليفون اللي مش محتاجه مثلا بروزر معين وتعمل اكستنشن وكده يعني، لكن طبعا اكيد هنوصل للمراحل دي، بس نخلص من السهل الاول ونضمنه في جبنه. بس اكيد قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان بينزل على اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان، ده غير طبعا جروب الشات اللي انا بكون متواجد فيه شخصيا بس كنت انا والادمن، وبنساعدك في اي مشكله انت عايزها باذن الله يعني. طبعا لايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيتعامل في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هشرح مشروع سوليكس ومشروع ميرا نتورك. طبعا هتلاقي الرابط بتاع التسجيل في موقع سوليكس تحت في الديسكريبشن، اول ما تخش عليه هيظهر معاك بالمنظر ده. اول حاجه تعملها تكتب الايميل بتاعك هنا هون، ثاني حاجه تكتب الباسورد اي باسورد انت عايزه، وثالث حاجه هتعيد كتابه الباسورد، ورابع حاجه هتدخل لينك الاحاله للشخص اللي دعوك اذا كنت انا او غيري. وطبعا انت اصلا اول ما تخش من رابط الديسكريبشن هتلاقي رابط الاحاله بتاعي مكتوب دايركت، ولو مش مكتوب وعايز تكتبه هتلاقيه برده تحت في الديسكريبشن وبس. وهتدوس على كلمه اي اجري الاولى، وهتدوس على كلمه اي اجري الثانيه، وهتدوس على كلمه فيريفاي يو ار هيومن، وهتلاقي جابت معاك علامه صح، وهتدوس على كلمه كونتينيو. طبعا انا عندي حساب فاخش عليه وارجع لكم. طبعا الموقع بيفتح معاك بالمنظر ده. الواجهه بتاعته سهله جدا وبسيطه جدا، اول ما تخش اصلا هتلاقي ما فيها النقط دي كلمه ستارت ايرنينج، مجرد ما هتدوس عليها هتلاقي العداد ده اشتغل وبدا يعد معاك بالصفر. طب انا جبت العلومات دي منين؟ لو نزلنا كده تحت هتلاقي ان عندك مهمات كتيره جدا انا مخلصها، مجرد ما تخش على المهمه وهترجع هتكون اتعملت معاك. طبعا انا مخلص المهمات اهي 5 و5 و3 و1500 و1500 و1500، فطبعا انت مجرد ما تخلص المهمات دي كلها هتلاقي بقى معاك حته 19000 عمله. وطبعا لحد دلوقتي احنا مش عارفين اذا كانت ده عملات او نقاط، لكن تبدا تعدين وريح دماغك. ومثل التعدين هنا انت مجرد ما تبداه هيفضل شغال معاك، لكن في حاجه انا مش عارفها، هيفضل شغال معاك لحد الادراج ولا هيشتغل معاك كل 24 ساعه؟ انا مش عارف، لكن كل 24 ساعه خش شيك شوف التعدين شغال معاك ولا مش شغال، ولو مش شغال شغله وبس كده يعني. ولينك الاحاله بتاعك لو نزلت تحت هتلاقيها هو، لو عايز تبعته لاصحابك عشان برضه انت تستفاد وهم كمان يستفادوا وبس كده. المشروع ده سهل جدا، هتدوس بس على كلمه ستارت ايرنينج وتخلص المهمات اللي تحت وخلاص على كده. ودلوقتي نخش على المشروع الثاني، هو مشروع ميرا نتورك. طبعا ده التطبيق بتاعهم على بلاي ستور، برضه هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، هتدوس على كلمه انستول. طبعا انت اول ما بتفتح التطبيق بيكون معاك بالمنظر ده، هتدوس على كلمه كريت يور اكونت هيفتح معاك الصفحه دي. اول حاجه هنا هتدخلها اسمك رباعي او خماسي، وليه رباعي او خماسي؟ عشان انت بعد كده وقت الادراج هتحتاج توثق الاكونت بتاعك KYC يعني، فلازم تكتب اسمك رباعي او خماسي عشان ما يحصلكش اي مشاكل. انت برضه تيجي تدوس على كلمه في الاخر كلمه كريت يور اكونت هياكد عليك ان انت تكون كاتب اسمك كويس. تاني حاجه تكتب الايميل بتاعك اللي انت هتسجل فيه فيما بعد يعني، وتالت حاجه تعملها تكتب اليوزر نيم بتاعك، ورابع حاجه تكتب الباسورد، وخامس حاجه هنا تحدد الدوله بتاعتك. على سبيل المثال مثلا احنا هنحدد هنا مثلا مصر، وهنا هتدخل رقم تليفونك، وهنا تكتب تاريخ الميلاد بتاعك، وهتعمل هنا علامه الصح وتدوس على كلمه كرييت يور اكونت. وبعد ما تدوس على كلمه كرييت يور اكونت هنا هيقول لك دخل الانفيتيشن كود مين اللي دعاك للمشروع يعني، فانت تدخل الكود بتاعي اللي هو اسمه ايجل زون زي ما انت شايف كده، وهتدوس على كلمه كومبليت اكونت كرييشن. هنا طبعا بيبدا يسالك عن شويه حاجات، عايز تعمل باسورد او ولا لا، هقول له مثلا كلمه ليتر، عايزها دارك ولا لايت هتدوس مثلا على كلمه دارك، وانت عايز اعلانات هتقول له انا عايز الاعلانات عشان الاعلانات دي فيما بعد بتزود لك سرعه تعدينك. واخد عايز تجرب الديمو اب عادي مفيش مشكله، ممكن تدوس يس تدوس على كلمه كونتينيو. عشان تبدا التعدين بتدوس على كلمه ستارت مايننج، هنا بيقول لك انت عايز تعمل تعدين بمشاهده اعلانات ولا من غير مشاهده الاعلانات. مشاهده الاعلانات بتقعد بالظبط 20 ثانيه، هي بس ميزتها انها بس بتسرع سرعه التعدين، لكن لو مش عايز هتدوس على كلمه وزود. زي ما انت شايف كده التعدين بدا يشتغل، وكل 24 ساعه بتخش تعمل ستارت مايننج، وزي ما انت شايف انا دلوقتي بعدن بسرعه 0.01 لوميا، لكن لو انت كنت شفت اعلان هتلاقي نفسك بتعدن بسرعه 0.02 لوميا، ودي العمله اللي هي هتندرج بيها. وبس كده ده الشغل على التطبيق بكل اختصار، تفتح بس تفعل التعدين وخلاص على كده. وحاجه ثانيه، انت لما بتدعو اصدقاء الاصدقاء برضو دول بيزودوا لك سرعه التعدين، في حالات اللي انت عندك اصدقاء يعني بيشتغلوا على المشاريع دي. وزي ما انت شايف في خانه السيتنج لو عايز طبعا تغير الدارك من اللايت
هنا مفيش مشكله. وكي واي سي لسه ما فتحتش، لكنها طبعا هتفتح قريب وقت الادراج، فتاكد انت كاتب اسمك كامل صح وما فيهوش مشاكل. وبس كده، دول المشروعين باختصار. لو عندك اي مشكله فيهم تعالى هنا في جروب التليجرام وهنحلها لك باذن الله. والجروب ده مهم جدا وهينفعك جدا والله. طبعا كل الروابط بتاعت المشاريع دي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، وروابط برده قنوات التليجرام بتاعتنا هتلاقوها برده تحت في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.